السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بإذن الله نكمل مع بعض في المراجعات الياسينية الشاملة. معكم دكتور ياسين عادل الأصل العيني. ولو انت أول مرة تسمعني يا ريت ترجع وتسمع فيديو نظام المراجعة عشان تعرف المراجعة بتاعتنا ماشية ازاي. ويلا بينا نبدأ على بركة الله في الشامل الثاني من كتاب المرجع. السؤال الأول بيقول: غياب الانحناء س من العمود الفقري يمكن أن يؤدي إلى. طيب يا دكتور، ديت فقرات عنقية وديت ظهرية وديت قطنية وبعد كده عجوزية وعصوصية. الانحناء س دوت عند الفقرات الظهرية، والفقرات الظهرية متصلة بالضلوع، والضلوع متصلة بعظمة القص، والتلاتة مع بعض بيعملوا التجويف الصدري اللي بتستقر فيه القلب والرئتين. يبقى ديت الرئة، والرئة ليها دور في الحركة. فلما يا دكتور التجويف دوت أو لما الانحناء دوت يختفي، ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي كان معانا انحناء، لما يختفي العمود الفقري هيتحول بالشكل دوت. فانت دلوقتي قللت مساحة التجويف الصدري، بدل ما هي واخدة ده كله، لا، بقت واخدة جزء اصغر اللي هو دوت. بالتالي قللت المساحة على الرئتين او قللت التجويف الصدري، وضيقت على الرئتين. بالتالي حصل معاك صعوبة في التنفس. يبقى الإجابة الصح يا دكتور صعوبة في التنفس. الحرف س يمكن أن يعبر عن خلايا نقط. طيب يا دكتور، احنا اتفقنا قبل كده لو الكائن الممرض موجود على سطح الجسم لسه ما اخترقش الجسم، ساعتها خط الدفاع الأول اللي اشتغل. لو اخترق الجلد يا دكتور أو اخترق الجسم، يبدأ خط الدفاع الثاني يشتغل. لو خط الدفاع التاني فشل، يبدأ خط الدفاع التالت. احنا هنا يا دكتور معانا ايه؟ معانا حاجة اخترقت الجسم أو اخترقت الجلد، فبدأ شوية خلايا تشتغل، واللي هي طبعا تبع خط الدفاع الثاني. مين تبع خط الدفاع الثاني؟ طبعا دي استجابة بالالتهاب. دي استجابة بالالتهاب. مين اللي بيعمل الاستجابة بالالتهاب؟ خليتين يا دكتور، يا إما الخلايا الصارية يا إما الخلايا القاعدية. تعالوا نبص مع بعض. التائية والبائية غلط، دي خط الدفاع الثالث. المتعادلة غلط، الصارية صح. السؤال اللي بعد كده بيقول: يتميز إفراز هرمونات الغدة الدرقية عن الهرمونات المفرزة من الخلايا العصبية بمنطقة تحت المهاد. يقصد بيها الهرمونات اللي بتتخزن في الفص الخلفي للغدة النخامية، اللي هو ال ADH والأكسيتوسين. طيب، واحد يفرز مباشرة في الدم. هرمونات الغدة الدرقية بتفرز مباشرة في الدم، اللي هو الثيروكسين والكالسيتونين. لكن يا دكتور، هرمونات الخلايا العصبية المفرزة ديت الأول بتتخزن في الفص الخلفي للغدة النخامية، يعني الخلايا العصبية بتفرزها، بعد كده تتخزن في الفص الخلفي، بعد كده الفص الخلفي يطلعها على الدم. يبقى مش بتفرز مباشرة في الدم، تتخزن الأول في الفص الخلفي للغدة النخامية. يبقى دوت فعلا هو اللي بيميز الغدة الدرقية عن هرمونات الخلايا العصبية المفرزة. السؤال اللي بعد كده: الأجزاء المشار إليها بالأسهم أ وباء تتأثر بيه. طيب يا دكتور، أ دوت خلايا بينية موجودة بين الأنيبيبات المنوية فسميناها خلايا بينية. كانت بتتأثر بهرمون ال LH، كان بيعمل على تكوين الخلايا البينية، والخلايا البينية كانت بتفرز التستوستيرون. طيب بعد كده رقم باء. باء دوت الأنيبيبات المنوية. مين كان بيأثر على الأنيبيبات المنوية؟ هرمون ال FSH، كان بيعمل على تكوين الأنيبيبات المنوية والحيوانات المنوية. يبقى يا دكتور الخلايا أو الأجزاء أ وباء بتتأثر ب FSH و LH الاتنين مع بعض. السؤال اللي بعد كده بيقول: قبل تخليق الإنزيم X تقوم البكتيريا بتخليق إنزيمات أخرى تعمل على. طيب يا دكتور، الأول عاوزك بس تعكس لي اتجاه السهم دوت، بدل ما هو رايح كده خليه رايح الناحية التانية. ويبقى معانا دوت إنزيم الكسر. إنزيم الكسر كان بيقص ال DNA بالشكل دوت، ولو أنت مش فاكر بيكسر روابط تساهمية وبيكسر روابط هيدروجينية. حلو الكلام يا دكتور. طيب مين كان بيفرز إنزيمات الكسر؟ كان معانا الخلية البكتيرية، جواها DNA ملتحم النهايات. مجرد ما فيروس أو حاجة يبدأ يهاجم الخلية البكتيرية ويدخل المادة الوراثية بتاعته جوه البكتيريا، تبدأ البكتيريا تفرز إنزيمات كسر تعمل على تكسير ال DNA دوت. طيب ليه يا دكتور بيهاجم ال DNA؟ ليه الإنزيمات دي بتهاجم ال DNA الخاص بالفيروس ومش بتهاجم ال DNA الخاص بالبكتيريا يا دكتور؟ لأن البكتيريا بتفرز حاجة اسمها الإنزيمات المعدلة. الإنزيمات المعدلة دي بتحمي البكتيريا من عمل إنزيمات الكسر الخاصة بيها. إزاي؟ عن طريق إضافة مجموعة الميثايل. بتضيف مجموعة الميثايل فتبدأ تحمي ال DNA الخاص بالبكتيريا من إنزيمات الكسر، لكن إنزيمات الكسر بتكسر فقط ال DNA الفيروسي. تعال نبص مع بعض. هو بيقول لك السؤال ايه؟ قبل تخليق الانزيم اكس تقوم البكتيريا بتخليق انزيمات اخرى تعمل على. قبل ما يشتغل انزيم الكسر، ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بتشتغل الانزيمات التي تعمل على اضافة مجموعات الميثايل.
على إضافة مجموعات الميثايل. السؤال اللي بعد كده سلسلة المتممات. واحد، هي إنزيمات توجد على سطح الخلايا البلعمية؟ لا يا دكتور، مش موجودة على سطح الخلايا البلعمية، بتكون موجودة على سطح الميكروب، بتقف على سطح الميكروب وتبدأ تحلل الأنتيجينات فتخليها في متناول خلايا الدم البيضاء زي الخلايا البلعمية، فتبدأ تاكلها وتكسرها. يبقى هي مش موجودة على سطح الخلايا البلعمية. طيب هي هرمونات؟ لا مش هرمونات. طيب تؤدي عملها بعد ارتباطها بالجسم المضاد؟ دوت فعلا صح، العمل بتاعها والشغل بتاعها مرتبط بالجسم المضاد. طيب تنشط الخلايا الليمفاوية القاتلة؟ غلط يا دكتور، اللي كان بينشطها السيتوكاينات. أي الأعمدة الآتية تعبر عن قدرة تحمل الغضاريف مقارنة بباقي أجزاء الجهاز الهيكلي للضغط؟ طيب يا دكتور، الغضاريف كان ليها أكبر قدرة على تحمل الضغط. لو أنت مش فاكر، كان بيكون معانا شوية فقرات في العمود الفقري وبيكون بينها شوية غضاريف. ليه يا دكتور ربنا حط الغضاريف تحديدا بين الفقرات؟ العمود الفقري دوت يا دكتور شايل وزن جسمك، شايل اكبر ضغط، فبالتالي لازم يكون في حاجه بين الفقرات بتتحمل الضغط. فبقى معانا الغضاريف اكتر حاجه بتتحمل الضغط، عشان كده موجوده بين الفقرات اللي هي موجوده في العمود الفقري، والعمود الفقري دوت بيتحمل اكبر ضغط او بيشيل وزن الجسم. بالتالي يا دكتور الغضاريف لها اكبر قدره على تحمل الضغط. السؤال اللي بعد كده بيقول إذا علمت أن العلاقة البينية المقابلة لمجموعة من الهرمونات بدم إحدى السيدات فإن تلك السيدة تستخدم نقاط كوسيلة لمنع الحمل. طيب يا دكتور، في البداية سمك بطانة الرحم بدأ يقل وبدأ يحصل تهدم في بطانة الرحم، فالمرحلة دي بنسميها مرحلة الطمس. بعد كده بدأ يحصل إنماء في بطانة الرحم، فالمرحلة دي بنسميها مرحلة نضج البويضة. بعد كده يا دكتور المفروض الطبيعي، وزود الكلام دوت عندك، تبدأ الشعرات الدموية تتكون وسمك بطانة الرحم يبدأ يزيد. المرحلة دي بنسميها مرحلة التبويض. مين يا دكتور المسؤول عن إنماء بطانة الرحم؟ هرمون الإستروجين. مين يا دكتور المسؤول عن زيادة سمك بطانة الرحم؟ هرمون البروجسترون. يبقى يا دكتور معانا هنا هرمونات الإستروجين والبروجسترون. طيب تعالوا نبص مع بعض على الاختيارات. واحد، اللولب أو ربط قناة فالوب، دوت فعلا يا دكتور مش بيأثروا على هرمونات الإستروجين والبروجسترون، بالتالي بيفضلوا موجودين معايا، بالتالي بيزودوا نمو او بيعملوا على انماء بطانة الرحم وبيزودوا سمك بطانة الرحم. يبقى دوت صح. طيب الاقراص او ازالة المبيضين، الاقراص فعلا صح، لكن ازالة المبيضين بالتالي مبقاش معايا المبيض يا دكتور واللي هو بيفرز الاستروجين والبروجسترون، مش معايا الحاجة اللي بتفرز الاستروجين والبروجسترون، بالتالي دوت غلط. نفس الكلام برضو، ازالة المبيضين غلط وازالة المبيضين غلط. بعد كده رقم 9 بيقول ما يحدث بالشكل الذي أمامك يتم بنقط. طيب يا دكتور معانا خلايا بلعمية كبيرة، يعني دوت خط الدفاع الثاني، ومعانا برضو أجسام مضادة يعني تبع خط الدفاع الثالث. الخلايا البلعمية تبع خط الدفاع الثاني، والأجسام المضادة تبع خط الدفاع الثالث. بالتالي الإجابة الصح خط الدفاع الثاني والثالث. السؤال اللي بعد كده بيقول يشترك الكيانان س وصاد الموضحان بالصورة في نقط. طيب يا دكتور دوت كابوريا، الهيكل بتاعه بيكون خارجي لأنه هو تبع القشريات، لكن سمكة القرش الهيكل بتاعها بيكون داخلي. طيب يا دكتور الهيكل الخارجي دوت بيكون عامل شبه الصدفة كده، لكنه مش عظام ولا غضاريف، مش عظام ولا غضاريف. لكن سمكة القرش الهيكل بتاعه ظروفي. تعال نبص مع بعض تركيب الدعامة. قلنا ان دوت مختلف عن ده، لان دوت عبارة عن غضاريف، لكن ده مش غضاريف ولا عظام، يبقى ده غلط. طيب مكان وجود الدعامة غلط برضو، لان الكابوريا الهيكل بتاعها خارجي، لكن سمكة القرش الهيكل بتاعها داخلي. طيب أنواع الحركة في كل منهما، كلهم فيهم نفس أنواع الحركة. الكابوريا فيها حركة دائبة وحركة موضعية وحركة كلية، نفس الكلام برضو بالنسبة لسمكة القرش. طيب عدم وجود عضلات هيكلية، ازاي يا دكتور امال هيتحركوا ازاي؟ لازم يكون في عضلات هيكلية، بالتالي برضو دوت غلط. يبقى الإجابة الصح اللي معايا أو الحاجة الوحيدة المشتركة أنواع الحركة في كل منهما، نفس الحركات بالظبط. السؤال اللي بعد كده بيقول السبب الرئيسي لتحرر الأميبا المعبر عنها بالحرف إكس ونقط. طيب يا دكتور كان معانا أميبا بدأت تكون حوالين نفسها حوصلة أو غلافا كيتينية، وبدأ يحصل جواها تكاثر وتكون أميبات صغيرة. بعد كده بدأت الأميبات الصغيرة دي تتحرر. امتى يا دكتور بيحصل الكلام دوت؟ بتكون غلافا أو حوصلة في الظروف الغير مناسبة. بعد كده تبدأ الأميبات الصغيرة تتحرر في الظروف المناسبة. يبقى امتى بيحصل الكلام دوت اللي هو المشار إليه بالحرف إكس؟ عند تحسن الظروف المحيطة. السؤال اللي بعد كده بيقول المنحنى A يعبر عن قطعة DNA بها عدد نقط مقارنة بقطعة DNA أخرى والمعبر عنها بالمنحنى B
علما بأن القطعتين لهما نفس الطول. طيب يا دكتور تعالى نبص مع بعض. كل ما بنرفع درجة الحرارة الطبيعي قوة الارتباط بين الشريطين بتقل، ولكن السؤال هنا مين اللي بدأ يقل الأول؟ هل هو A ولا B؟ إيه يا دكتور هو اللي بدأ يقل الأول، بعد كده بشوية أو بعدها بشوية بدأ B يقل. بالتالي يا دكتور قوة الارتباط في A أقل من قوة الارتباط في B. طيب تعالى نبص مع بعض. احنا عارفين من قبل كده الأدينين بيكون مرتبط مع الثيمين باتنين روابط هيدروجينية، والسيتوزين بيكون مرتبط مع الجوانين بثلاث روابط هيدروجينية. يبقى مين في دول لما يزيد قوة الارتباط بتزيد؟ هل هو السيتوزين والجوانين ولا الأدينين والثيمين؟ هتقول لي يا دكتور السيتوزين والجوانين. كل ما بيزيد كل ما قوة الروابط بتزيد أو قوة الارتباط بتزيد، لأن بينهم 3 روابط هيدروجينية، لكن الأدينين والثيمين بينهم 2 روابط هيدروجينية. بالتالي يا دكتور مين في دول بيحتوي على سيتوزين وجوانين أكتر؟ هتقول لي بيه يا دكتور، لأن هو قوة الارتباط فيه أكتر، عشان محتاج درجة حرارة أكبر عشان أبدأ أفصلهم عن بعضهم. يبقى بيه دوت فيه سيتوزين وجوانين أكتر، يبقى ايه في سيتوزين وجوانين قال. تعال نبص على الاختيارات. هو بيقول لك المنحنى ايه يعبر عن قطعة دي ان ايه بها عدد نقط مقارنة بقطعة دي ان ايه اخرى اللي هي رقم بي. عدد قليل من قواعد الثيمين غلط يا دكتور. بالعكس دوت فيه ثيمين وادينين اكتر. طيب قليل من قواعد السيتوزين دوت فعلا هو الاجابة الصح، فيه سيتوزين وجوانين اقل. طيب قليل من قواعد الادينين غلط برضو. طيب كثير من قواعد الجوانين دوت برضو غلط، فيه قليل من قواعد السيتوزين والجوانين. يبقى الاجابة الصح بقى. الهرمون المسبب لارتفاع منحنى تركيز السكر بدم أحد الأصحاء من النقطة X إلى النقطة Y بصورة مؤقتة يفرز من خلايا نقط. طيب يا دكتور دوت المعدل الطبيعي للسكر. في الأول فيه هرمون رفعه من المعدل اللي تحت الطبيعي لحد الطبيعي، يبقى دوت الجلوكاجون هو اللي رفعه من تحت الطبيعي لحد ما وصلنا للطبيعي. لكن بعد كده وصلنا للمستوى الطبيعي لقينا إن هو بيزيد تاني. طيب مين اللي بيرفعه عن المستوى الطبيعي؟ هرمونات نخاع الغدة الكظرية اللي هما الأدرينالين والنور أدرينالين، هرمونات النجدة والطوارئ، ملهاش علاقة خالص بالمستوى الطبيعي، هي بتزيد وخلاص، بتزود وخلاص. لكن الجلوكاجون بيرفعه لحد المستوى الطبيعي. يبقى يا دكتور من إكس لواي دوت فوق المستوى الطبيعي. بالتالي محتاجين الأدرينالين والنور أدرينالين واللي هما بيفرزوا من نخاع الغدة الكظرية. السؤال اللي بعد كده بيقول التجمعات المائية على سطح النبات تعمل على. طيب يا دكتور كل ما بزود المية كل ما المية بتزيد، أو كل ما بجمع في المية على سطح النبات كل ما ده بيعمل على نمو الفطريات وتكاثر البكتيريا، بالتالي بيزود معدل الإصابة بالأمراض. طيب تعالى نبص مع بعض. زيادة حجم البكتيريا دون تكاثرها بالعكس بيزود تكاثر البكتيريا، يبقى دوت غلط. طيب خفض معدل العمليات الحيوية بالنبات بالعكس يا دكتور غلط، لازم بنزودها، لازم بنزود المناعة عشان نبدأ نواجه البكتيريا والفطريات واللي هي من العمليات الحيوية. تحفيز النبات لإظهار مقاومته لنمو الفطريات دوت غلط يا دكتور. هو ليه هيواجه أو هيقاوم الفطريات قبل ما يتصاب بيها؟ هو أصلا لسه ما اتصابش بيها، كل اللي حصل إن تجمع شوية مية على سطح النبات، لكن مقاومة الفطريات بتبدأ لما تصاب بالفطريات، يبقى دوت غلط. طيب زيادة نشاط الكائنات الممرضة دوت فعلا هو الإجابة الصح. إذا كان لديك 4 قواعد نيتروجينية مختلفة في قطعة من DNA فكم يكون عدد الروابط الهيدروجينية المؤكد بينها؟ طيب يا دكتور أنت معاك 4 قواعد مختلفة أو 4 أنواع مختلفة. مين أصلا الأنواع اللي معاك؟ الأدينين والثيمين والسيتوزين والجوانين، يبقى دولت فعلا الأربعة اللي معانا. يبقى الA مرتبط مع الT والC مرتبط مع الG، معانا كده 4 أنواع مختلفة. بالتالي الروابط الهيدروجينية بتتكون بينهم 3 و2 يعني 5، يبقى الإجابة الصح 5 روابط هيدروجينية. إذا علمت أن الشكل أمامك يوضح إنتاج إحدى الإناث الأمشاج المؤنثة فإن الأبناء الناتجة من المشيج المعبر عنه بالحرف ألف يحتمل أن تكون. طيب يا دكتور كان معانا أنثى بتديك بويضات 2 نون وبتديك بويضات نون، يبقى دوت حشرة المن. البويضات الاتنين نون كانت بتنمو بالتوالد البكري وبتديك إناث، لكن البويضات النون كان بيحصل لها إخصاب بحيوانات منوية نون برضو وبتديك ذكور أو إناث. يبقى دوت توالد بكري واللي هو تكاثر لا جنسي واللي بيديك إناث فقط، لكن دوت تكاثر جنسي بالأمشاج وبيديك ذكور أو إناث. هو بيقول لك يا دكتور الأبناء الناتجة من المشيج المعبر عنه بالحرف ألف يحتمل أن تكون إناث فقط غلط، ذكور أو إناث دوت فعلا صح. طيب ذكور ثنائية المجموعة الصبغية فقط غلط، وذكور أحادية المجموعة الصبغية فقط غلط.
النسبة بين أنواع القواعد النيتروجينية بكل من RNA و DNA على ترتيب. طيب يا دكتور، القواعد النيتروجينية في RNA اللي هو الأدينين واليوراسيل والسيتوزين والجوانين، لكن في DNA الأدينين والثيمين والسيتوزين والجوانين، دولت عدد أنواعهم 4 ودولت عدد أنواعهم 4. يبقى النسبة يا دكتور 4 إلى 4 اللي هو نفسه 1 إلى 1. إذا كان متوسط خلايا الدم البيضاء في عينة دم تساوي 7000 خلية، فإن متوسط عدد الخلايا الليمفاوية يساوي نقط خلية تقريبا. طيب يا دكتور، الخلايا الليمفاوية كانت من 20 ل30%، يبقى المتوسط بتاعها 25. اجمع لي 20 و30 واقسم على 2 عشان تجيب المتوسط اللي هو 25. اضرب لي بقى 7000 ب25%، هتطلع معاك 1750. السؤال اللي بعد كده بيقول تتكون الخلايا البيضية الأولية في العضو المعبر عنه بالحرف إكس اللي هو المبيض في نقط بعد سن البلوغ، ولا في سن الطفولة، ولا في المراحل الجنينية، ولا قبل سن البلوغ مباشرة؟ طيب يا دكتور، مراحل تكوين البويضة كان معانا 3 مراحل: مرحلة التضاعف، مرحلة النمو، مرحلة النضج. مرحلة التضاعف يا دكتور كان معايا خلايا جرثومية أمية 2 نون تتحول لأمهات البيض 2 نون، ديت مرحلة التضاعف. بعد كده مرحلة النمو، أمهات البيض تكبر وتخزن الغذاء فتتحول لخلايا بيضية أولية، خلايا بيضية أولية. بعد كده معانا مرحلة النضج، عبارة عن انقسام ميوزي أول وانقسام ميوزي ثاني. انقسام ميوزي أول تتحول لخلايا بيضية ثانوية نون، بعد كده انقسام ميوزي ثاني تتحول لبويضة نون. احنا معانا هنا يا دكتور معانا خلية بيضية أولية، يعني في مرحلة النمو. عاوزك تعرف إن مرحلة التضاعف ومرحلة النمو بتحصل في المراحل الجنينية أو أثناء التكوين الجنيني، يعني وانت جنين في بطن مامتك، قصدي وانت جنين في بطن مامتك التضاعف والنمو بيحصل. يبقى بالتالي معايا الخلية البيضية الأولية بتتكون أثناء التكوين الجنيني، لكن بعد كده مرحلة النضج بتحصل بعد البلوغ وعند الإخصاب. يبقى الإجابة الصح يا دكتور هنا خلية بيضية أولية، يعني مرحلة النمو، يعني بتتكون في التكوين الجنيني أو في المراحل الجنينية. السؤال اللي بعد كده بيقول الصورة التي أمامك تمثل تجربة تم بها تضاعف قطع من DNA المشع في وسط غير مشع لعدة أجيال في ضوء ما ذكر. أجب عما يلي. يستدل من الصورة التي أمامك نقط بمرور زمن التجربة. طيب يا دكتور، كان معانا الأحمر دوت DNA مشع، بعد كده بدأ يتكون معاه أو يرتبط بيه DNA غير مشع، ونفس الكلام برضو دوت DNA غير مشع. يبقى الأخضر ده غير مشع والأحمر مشع. لو أنت ملاحظ معايا كان داخل معاك 2 مشع، طلع معاك برضو 2 مشع، نفس عدد الأشرطة بالظبط 1 1. لكن نسبة الأشرطة المشعة بالنسبة لنسبة الأشرطة الغير مشعة دوت يا دكتور هو اللي بدأ يقل، لأن الغير مشع بدأ يزيد معاك، المقام بدأ يزيد، بالتالي النسبة نفسها هي اللي بدأت تقل، لكن كمية الأشرطة المشعة لسه موجودة زي ما هي 2، دخل 2 وطلع 2. طيب تعالى نبص مع بعض. ثبات عدد الأشرطة المشعة دوت فعلا صح، نفس عدد الأشرطة. طيب زيادة تركيز النيوكليوتيدات الحرة في الوسط، ملوش علاقة يا دكتور. طيب النسبة بين عدد قطع DNA النقية والهجينة ثابت؟ لا يا دكتور مش ثابت. كان معانا في الأول 1 نقي، بعد كده بقى معانا 2 هجين، بعد كده بقى معانا 2 نقي و2 هجين، بالتالي النسبة اتغيرت. نقص وزن قطع DNA، بالعكس يا دكتور بدأ الوزن يزيد. السؤال اللي بعد كده الحرف إكس بالصورة التي أمامك يعبر عن عضو نقط. طيب يا دكتور، خد المحيطات الذرية من بره لجوه. إكس دوت كأس، بعد كده معاك جوه شوية تويج، بعد كده معاك جوه شوية طلع، بعد كده معاك متاع. تعال نبص مع بعض. 1 يحمل أعضاء الجنسية للزهرة بعد نضجها، اللي كان بيعمل كده التويج. طيب غالبا تختلف ألوانه، نفس الكلام برضو التويج. يجذب الحشرات برضو التويج لأن أوراقه ملونة. طيب يمكن ملاحظته بسهولة في ثمرة البلح، دوت فعلا صح لأن الكأس بيفضل موجود معانا بعد تكوين الثمرة. يبقى الإجابة الصح فعلا اللي هو إيه؟ اللي هو رقم د. إذا علمت أن خلايا إكس تعبر عن خلايا سليمة فإن ما يحدث بالشكل الموضح هو نقط. طيب يا دكتور، كان معانا خلايا سليمة وفي حاجة عاوزة تهاجمها اللي هي السموم، فبدأ الجسم المضاد دوت يمسك فيه السموم وبدأ بعد كده ينشط المتممات، والمتممات ديت بتعمل على إيه؟ على إبطال مفعول السموم، بالتالي نحافظ على الخلية سليمة زي ما هي. العملية ديت اسمها عملية إبطال مفعول السموم عن طريق يا دكتور،
عن طريق إن الجسم المضاد بيروح وبيمسك في السموم، فبالتالي يبدأ ينشط المتممات، والمتممات دي تعمل على إبطال مفعول السموم. طيب تعالى نبص مع بعض. القضاء على الكائن الممرض بمساعدة المكملات. مفيش أي قضاء على الكائن الممرض، مجرد بس بنعمل على إبطال مفعول السموم. طيب تكامل عمل كل من الجسم المضاد والخلايا البلعمية. مفيش أي خلايا بلعمية في الموضوع. طيب تنشيط المتممات دوت فعلا صح، لأن هي اللي بتعمل على إبطال مفعول السموم. طيب ترسيب الأنتيجين دوت غلط، يبقى الإجابة الصح لو رقم ج. السؤال اللي بعد كده، ما تعبر عنه الصورة التي أمامك يتم نقط. طيب يا دكتور، كان معانا دي ان ايه اللي هو البنفسجي، عرفت منين يا دكتور؟ لان هو بيحتوي على الصيمين، وكونا منه او نسخنا منه ار ان ايه لان هو بيحتوي على اليوراسين. يبقى دلوقتي معانا عملية نسخ الار ان ايه. طيب ايه علاقة الجسم المضاد بالموضوع يا دكتور؟ ملوش اي علاقة، الكلام دوت مش بيحصل طبيعي في الخلايا الحية. طيب تعال نبص مع بعض على الاختيارات. واحد، خارج الخلية الحية معمليا، دوت فعلا صح، لأن الكلام ده مش بيحصل طبيعي في الخلايا الحية. أثناء تضاعف الدي ان ايه، دوت غلط، بيحصل أثناء نسخ الار ان ايه. طيب في خلايا أوليات النواة، غلط يا دكتور، مش بيحصل في الخلايا الحية. في درجة حرارة 100، غلط برضو، لأن لو في درجة حرارة 100 ساعتها مش هيكون روابط هيدروجينية بين الدي ان ايه وبين الار ان ايه. يبقى الإجابة الصح خارج الخلية الحية معمليا. قد يحدث الشد العضلي للعضلة الهيكلية في الإنسان نتيجة وصول سيالات عصبية غير منتظمة. طيب يا دكتور، تعالى نفهم فكرة وصول السيالات العصبية الغير منتظمة ديت. لو أنا معايا عضلة، دوت كهرباء العضلة الطبيعية أثناء الانقباض، ودوت الكهرباء الطبيعية أثناء الانبساط، بتزيد بعد كده تبدأ تقل. طيب يا دكتور، في بعض الحالات بتوصل سيالات عصبية غير منتظمة أو خطأ. يعني الكلام دوت، العضلة انقبضت خلاص، عاوزة بقى تنبسط، قبل ما تنبسط تلاقي المخ بعت إشارة كمان أو سيال عصبي كمان يقول لها انبسطي انبسطي يا عضلة، فترجع تزيد تاني. طيب عاوزة تقل خلاص، يبعت لها كمان إشارة فتزيد تاني، عاوزة تقل تاني فيبعت لها كمان إشارة فتزيد، وهكذا. فلو أنت جيت تبص على المحصلة النهائية هتلاقي إن العضلة عمالة تتمرجح، فيحصل لها شد عضلي. بيحصل الكلام دوت إمتى؟ أثناء انبساط العضلة، لأن العضلة مش بتستجيب لمؤثرين في نفس الوقت. يعني ما ينفعش تبقى بتنقبض واخليها تنقبض كمان مرة، او اديها اشارة اقول لها انقبضي كمان مرة، لا، بيحصل الكلام دوت اثناء الانبساط. خلاص الاشارة اشتغلت، يبعت لها اشارة كمان. دوت معنى وصول سيالات عصبية غير منتظمة. يبقى الكلام دوت بيحصل اثناء الانبساط فقط. اذا علمت ان الصورة المقابلة تمثل خلايا بخصية انسان، فان عدد الكروموسومات بالخلية اكس يساوي نقط. طيب يا دكتور، معانا ديت حيوانات منوية. انت عارف المرحلة اللي قبل الحيوانات المنوية على طول اللي هي مرحلة الطلاء المنوية، واللي هي بتحتوي على عدد كروموسومات 23. اللي قبل الحيوانات المنوية على طول الطلائع المنوية، يبقى عدد الكروموسومات فيها 23. السؤال اللي بعد كده، الخطأ العلمي الأكثر وضوحا بالصورة التي أمامك يتمثل في الخطوة نقط. طيب يا دكتور، الخطوة ايه ديت؟ كان بيتكون فيها فاجات جوه الخلية البكتيرية، مفيهاش أي مشكلة خالص. الخطوة ديت كان بيتحرر منها الفاجات بعد حوالي 32 دقيقة. والخطوة سي دوت الفيروس بدأ يحمل المادة الوراثية بتاعته، فديت برضه خطوة صح. لكن بي دوت هو الإجابة الغلط، لأن أنت عندك المادة الوراثية الخاصة بالفيروس بتبدأ تكسر في المادة الوراثية الخاصة بالبكتيريا عشان تبدأ تستخدمها في تكوين فيروسات أو دي إن إيه خاص بفيروسات جديدة، لكن مش بيسيب المادة الوراثية الخاصة بالبكتيريا في حالها بالشكل دوت. يبقى ده فعلا غلط. يبقى الإجابة الصح والحاجة الوحيدة المختلفة أو اللي ما تنفعش علميا اللي هو رقم ب. بالصورة التي أمامك يتميز أحد هذين النباتين بإحدى طرق التغذية غير الذاتية، وهي. طيب يا دكتور، دوت نبات زرعي عادي بيعتمد على البناء الضوئي، يعني تغذية ذاتية، بيكون الغذاء بتاعه بنفسه. لكن دوت نبات الفوجير. فلو انت فاكر دورة حياة نبات الفوجير كان عبارة عن طور جرثومي وطور مشيجي. دوت الطور المشيجي الناضج لما بيبدأ الطور الجرثومي ينمو عليه، في الأول مش بيكون ليه جذر ولا ساق وأوراق، فبيبدأ يعتمد في الغذاء بتاعه على الطور المشيجي لحد ما يكون نفسه جذر وساق وأوراق. طيب يا دكتور، لما يكون في كائن بيعتمد على كائن حي آخر في علاقة غير متبادلة، أو في علاقة ما فيهاش تبادل منفعة، يعني أنا باخد منك بس مش بديك، ديت علاقة اسمها علاقة تطفل. يبقى بعتمد على التطفل. الطور الجرثومي بياخد الغذاء بتاعه من الطور المشيجي ولكن بدون مقابل. يبقى التطفل لفترة قصيرة في دورة حياة النبات بيه لحد طبعا ما يكون لنفسه جذر وساق وأوراق. في الشكل الذي أمامك إذا علمت أن الجزيء إكس يحتوي على 100 كودون بالإضافة لكودون البدء وكودون الوقف، والسلسلة واي تحتوي على ميثيونين واحد في منتصف السلسلة بعد الانتهاء من عمليات تخليقها. لكن قبل الانتهاء طبعا كان معانا واحد في الأول، الميثيون الموجود في الأول دوت اللي هو جاي من كودون البدء.
في ضوء ما تم ذكره أجب عما يلي: عدد جزيئات الماء الناتجة لتكوين صاد قبل فصلها من الريبوسوم مباشرة. طيب يا دكتور، انت عارف ان عشان اكون رابطة بابتدية بين حمضين امينيين كنا بننزع جزيء مية كان اسمه تفاعل نازع للماء. يعني كل ما اكون رابطة بابتدية بين حمض اميني وحمض اميني كنت بنزع جزيء مية. فلما يكون يا دكتور معايا حمضين امينيين واكون رابطة بابتدية، مش ده كان بينزع جزيء مية يعني 1 مية؟ طيب لما يكون معايا 3، مش ده كان بينزع 2 جزيء مية؟ يعني كل ما تزود عدد الأحماض الأمينية كل ما هتنقص واحد عنها عشان تجيب عدد جزيئات المية اللي انت نزعتها. طيب يا دكتور، لما يكون معاك 100 كودون بيدوك أحماض أمينية، زود عليهم كودون البدء اللي هو بيديك ميثيونين، يبقى معاك 101 حمض أميني. فهات لي عدد جزيئات المية كده، اطرح لي 101 من واحد أو شيل منها واحد، يطلع معاك في الآخر 100. يبقى عدد الأحماض الأمينية 101، وعدد جزيئات المياه الناتجة لتكوين صاد قبل فصلها من الريبوسوم مباشرة 100. عند فحص قطع عضلية لعضلة هيكلية تحت الميكروسكوب الضوئي، فإن أقل المناطق نفاذية للضوء هو: 1. المناطق I، من اسمها دكتور مناطق I مناطق مضيئة، يعني بتنور، يعني بتعدي الضوء، بالتالي دوت غلط. طيب المناطق H مناطق شبه مضيئة، يعني فيها نسبة إضاءة ولكن أقل من I قصدي. طيب الجزء الخارجي من المناطق A دوت فعلا هو الإجابة الصح، لأن الجزء الداخلي من المناطق A هو نفس المنطقة H اللي هي منطقة شبه مضيئة. وارجع لحصة شرح المناطق المضيئة والمناطق المظلمة هتلاقيني قلت الكلام دوت. يبقى الإجابة الصح يا دكتور الجزء الخارجي من المناطق A، لأن هي معتمة تماما أو داكنة تماما. أي البدائل التي له دور أثناء الانقباض العضلي وأثناء الانبساط: 1. ATP دوت فعلا صح، ليه دور في الانقباض يا دكتور وليه دور في الانبساط. عشان أعمل انقباض كنت محتاج ATP وكالسيوم عشان أكون روابط مستعرضة. طيب عشان أعمل انبساط كنت محتاج ATP فقط، يبقى ال ATP بيشارك في الانقباض والانبساط. طيب الكالسيوم بيشارك في الانقباض فقط. طيب الكولينستريز دوت بيشارك في الانبساط فقط عشان يكسر الأسيتيلكولين. طيب كالسيوم و ATP دوت غلط، يبقى الإجابة الصح اللي هو ATP. العملية الموضحة بالصورة تتم استعدادا لبدء نقط. طيب يا دكتور، اللي قدامنا دوت تضاعف DNA، معنا إنزيم اللورا بيفك الشريطين، ومعنا إنزيمات البلمرة بتبدأ تكون الأشرطة الجديدة. دوت عملية إيه؟ تضاعف DNA. إمتى بيحصل يا دكتور تضاعف DNA؟ قلت لك مليون مرة قبل انقسام الخلية، سواء انقسام ميتوزي أو ميوزي لازم بيحصل تضاعف في DNA. طيب تعال نبص على الاختيارات. امتى الكلام دوت بيحصل؟ قبل عملية الترجمة غلط، قبل عملية النسخ غلط. الانقسام الميتوزي دوت صح. طيب الانقسام الميوزي الثاني يا دكتور غلط، هو بيحصل قبل الانقسام الميوزي الأول. يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم ج. الصورة التي أمامك تمثل قطاع عرضي في مناطق مختلفة من لييفة عضلية بإحدى عضلات الكتف. ادرسها ثم أجب عما يلي. الخط الداكن ينصف مناطق بليافات تحتوي على نقط. الخط الداكن اللي هو خط زد كان بينصف المناطق المضيئة اللي هي اي، واللي كانت بتحتوي على خيوط الأكتين اللي هي الخيوط الرفيعة. مين في دول بيحتوي على خيوط رفيعة؟ اللي هو الشكل ج. السؤال اللي بعد كده: تتميز الخلايا ايه بأنها؟ طيب يا دكتور، دي دورة حياة أو واضح إن هي دورة حياة. معايا في كائن كبير دوت اللي هو نون، يبقى دوت نون، ومعايا دوت 2 نون. فكر معايا كده في دورة الحياة اللي كان فيها طورين رئيسيين، طور فيهم نون وطور فيهم 2 نون. هتقولي يا دكتور دورة حياة نبات الفوجير. نون دوت اللي هو الطور المشيجي، و2 نون دوت اللي هو الطور الجرثومي. الطور الجرثومي دوت 2 نون، والطور المشيجي نون. الطور المشيجي كان بيديك مناسل أو كان بيديك أمشاج. الأمشاج يا دكتور مذكرة ومؤنثة، تتجمع مع بعض أو يحصل إخصاب وتكون الزيجوت أو اللقاحة، فتبدأ تنمو وتكون بعد كده النبات الجرثومي. والنبات الجرثومي دوت تبدأ يديك جراثيم اللي هي نون. الخلايا الجرثومية كانت 2 نون، بعد كده تنقسم ميوزين وتديك الجراثيم اللي هي نون. يبقى معايا ايه دوت يا دكتور اللي هو الجراثيم اللي هي نون. طيب ايه مميزات الجراثيم؟ تتحمل الظروف القاسية والقدرة على الانتشار، دوت فعلا صح، دي من مميزات الجراثيم. تكون الأمشاج المذكرة بصورة مباشرة، دوت غلط يا دكتور. الأول بيكون النبات المشيجي وبعد كده بيكون المناسل أو الأمشاج المذكرة والمؤنثة. تحافظ على ثبات الصفات الوراثية للفرد الأبوي، دوت غلط يا دكتور، لأن كان بيحصل بعد كده تكاثر جنسي بالأمشاج، بالتالي مفيش حفاظ على ثبات الصفات الوراثية. طيب تكون نبات دائم،
دوت غلط برضه يا دكتور، لأن النبات المشيجي دوت بيفضل فترة لحد ما النبات الجرثومي يبدأ يتطفل عليه، بعد كده النبات المشيجي دوت بيضمر. يبقى دوت غلط. يبقى الإجابة الصح تتحمل الظروف القاسية والقدرة على الانتشار. أنا فكرت في السؤال إزاي يا دكتور؟ شفت الأطوار الرئيسية اللي معايا، واضح إن ديت دورة حياة، فيها نبات فيه نون، أو فيها كائن حي فيه نون، وفيها كائن حي فيه 2 نون، وبدأ يديك خلايا نون. فأنا بدأت أفكر بالمعطيات اللي معايا واستنتجت إن ديت دورة حياة نبات الفوجير. إذا توقفت عملية تضاعف الحمض النووي DNA عند اللحظة الموضحة بالصورة، فإن عدد مجموعات الهيدروكسيل الحرة يساوي نقط. طيب يا دكتور، انت عارف ان انت لو معاك شريط DNA اللي هو 5 شرطة 3 شرطة، عندك النهاية 5 شرطة فيها مجموعة فوسفات حرة، والنهاية 3 شرطة فيها مجموعة هيدروكسيل حرة. فانت كل اللي هتعمله هتعد معاك عدد الأشرطة اللي موجودة هنا أو اللي موجودة في الشكل دوت. فانت كل اللي هتعمله هتعد عدد الأشرطة اللي موجودة معانا في الشكل دوت. ادي معانا 1، وادي التاني، وادي التالت، وادي الرابع. كل نهاية 3 شرطة بيكون فيها مجموعة هيدروكسيل، يبقى مجموعهم 4. تمثل الصورة التي أمامك إحدى خلايا تحلب السبايروجيرا، حيث يشير الحرف س إلى النواة التي تحتوي على كروموسومات في صورة نقط الكروماتيد أثناء انقسامها. طيب يا دكتور، تحلب السبايروجيرا دوت عبارة عن نون، يعني أحادي المجموعة الصبغية. لكن يا دكتور في كائنات حية بتكون 2 نون، يعني ثنائي المجموعة الصبغية. إيه الفرق بينهم يا دكتور؟ أحادي المجموعة الصبغية يعني كل كروموسوم يا دكتور فيه منه نسخة واحدة فقط، دوت كروموسوم، دوت كروموسوم، دوت كروموسوم، وهكذا. لكن يا دكتور ثنائي المجموعة الصبغية يعني كل كروموسوم فيه نسختين. يعني ده كروموسوم بيكون فيه واحد شبه بالظبط، واحد جاي من الأب وواحد جاي من الأم. ده كروموسوم بيكون فيه واحد شبه بالظبط. دوت كده كائنات ثنائية المجموعة الصبغية، يعني 2 نون. طيب تعالى نبص مع بعض. هو بيقول لك هنا إيه؟ تحلب السبايروجيرا حيث يشير الحرف س إلى النواة التي تحتوي على كروموسومات في صورة نقط أثناء انقسامها. أثناء الانقسام اللي بيحصل يا دكتور بيحصل تضاعف في DNA أو في المادة الوراثية. يعني بيحصل تضاعف في المادة الوراثية، يعني بدل ما أنا معايا كروموسومات أحادية الكروماتيد، بيبقى معايا كروموسومات ثنائية الكروماتيد. طيب تعال نبص على الاختيارات. 1 أحادية، هل هي أحادية يا دكتور؟ احنا لسه قايلين الخلية أثناء انقسامها الكروموسومات بتكون ثنائية الكروماتيد، يعني دوت كروماتيد ودوت كروماتيد. لكن أحادية معناها إن الكروموسوم عبارة عن واحد كروماتيد فقط، ودوت غلط لأن الخلية بتنقسم، والفكرة ديت شرحناها في حصة حل التكاثر أكتر من مرة. يبقى دوت غلط. طيب مفردة ثنائية، مفردة يا دكتور يعني كل كروموسوم لوحده، يعني معايا خلية جواها كروموسوم جواها كروموسوم وهكذا، كل كروموسوم لوحده مفيش منه نسختين. طيب مفردة ثنائية يا دكتور يعني بالشكل دوت فعلا هو الإجابة الصح، لأن قالك إيه؟ أثناء انقسامها، الخلية أثناء انقسامها. لكن تكون مفردة أحادية لو الخلية مش بتنقسم. يعني إيه؟ يعني دوت كروموسوم ودوت كروموسوم ودوت كروموسوم، دي كلها كروموسومات بتكون في صورة مفردة أحادية لو الخلية مش في حالة انقسام. لكن في حالة انقسام يا دكتور بيحصل تضاعف في المادة الوراثية اللي هو DNA، بالتالي بيحصل تضاعف في عدد الكروماتيدات، يعني بتكون كروموسومات ثنائية. يبقى دوت فعلا هو الإجابة الصح. طيب أزواج متمثلة مش في صورة أزواج يا دكتور، لأن الأزواج دوت يعني 2 نون، لكن تحلب السبايروجيرا احنا قلنا إن هو عبارة عن نون. يبقى دوت غلط. يبقى الإجابة الصح مفردة ثنائية. وارجع لحصة حل التكاثر لو عاوز تفهمها أكتر. السؤال اللي بعد كده: إذا علمت أن خلايا جناح الدروسوفيلا تحتوي على 8 كروموسومات، فإن إجمالي عدد مرات تكرار تتابعات نيوكليوتيدات AGAAG بنواة معدة ليست في مراحل الانقسام يساوي نقط تقريبا. طيب يا دكتور، AGAAG دوت كان بيتكرر عند منتصف أحد الصبغيات، يعني مثلا دوت كروموسوم أو صبغي بيتكرر في المنتصف بتاعه حوالي 100,000 مرة. طيب يا دكتور، احنا معانا هنا نواة معدة، يعني ايه نواة معدة؟ يعني خلية جسدية، يعني 2 نون، يعني في من كل كروموسوم زوج. يعني دوت لو كروموسوم دوت بقى هتلاقي برضو في واحد شبه بالظبط، فهتلاقي التتابع دوت بيتكرر على ده حوالي 100,000 مرة، ودوت برضو 100,000 مرة. لكن لو خلية جنسية هتلاقيه بيتكرر مرة واحدة بس اللي هو 100,000، لكن هنا بيتكرر مرتين، ادي مرة وادي مرة، يعني معاك حوالي 200,000. المفصل الذي يشارك في تكوينه الطرف العلوي من العظمة المكسورة في الصورة التي أمامك تصف بأنه. طيب يا دكتور، في ناس هنا هتتلخبط، هتقولك الطرف العلوي اللي هو موجود قدامي في الصورة، وفي ناس تانية هتقولك لا، الطرف العلوي اللي هو في الصورة الموجودة في الوضع التشريحي، يعني الصابع موجودة ناحية تحت والرزغ موجود ناحية فوق.
يعني الايد ديت هنشقلبها. في الحالتين يا دكتور مش تفرق معانا كتير، لان نوع المفصل دوت هو نوع المفصل دوت. نوع المفصل موجود بين عظام الرزغ وعظام راحة اليد هو نفسه نوع المفصل موجود بين عظام راحة اليد وعظام السلميات، واللي هو واسع الحركة. دوت واسع الحركة ودوت واسع الحركة. ولكن أنا تفضيلي الشخصي، لأنه حسب الكتاب بتاعنا تكوين الطرف العلوي دوت يقصد بيه اللي هو الطرف ده. احنا بنحسب بالنسبة لوضع التشريح، بالنسبة للوضع الطبيعي اللي هو عظام الرزق، بعدها عظام راحة اليد، بعدها عظام السلميات. يبقى الإجابة الصح يا دكتور سواء دوت أو دوت الاتنين واسع الحركة. السؤال اللي بعد كده: عدد الخلايا البيضية السنوية التي تنتجها إحدى القطط طويلة العمر خلال 5 سنوات من الخصوبة يساوي. طيب يا دكتور، كل دورة في المبيض بتديك خلية بيضية سنوية واحدة. لو انت فاكر كان معانا خلايا جرثومية أمية، بعد كده تديك أمهات البيض، بعد كده تديك خلايا بيضية أولية، بعد كده الأولية يحصل لها انقسام ميوزي أول فتديك خلية بيضية سنوية وجسم قطبي، بعد كده انقسام ميوزي ثاني وتديك اسمه ايه دوت بويضة وجسم قطبي، ولكن ده في حالة الإخصاب. لكن لما يحدث إخصاب فأنت معاك كل دورة بتديك خلية بيضية سنوية واحدة. حلو الكلام. طيب يا دكتور، دورة التزاوج في القطط أو في القطط بتكون كل قد إيه؟ بتكون كل 6 شهور، دورة نصف سنوية. يعني في السنة يا دكتور بيحصل دورة التزاوج ديت مرتين. يبقى في ال5 سنين يا دكتور اضرب لي بقى 2 في 5، يبقى 2 في 5 ب10. يبقى أنت معاك 10 خلايا بيضية أولية. دورة التزاوج بتحصل مرتين كل سنة، لأن هي بتحصل مرة كل شهر، بالتالي مرتين كل سنة. يبقى كل 5 سنين اضرب لي 2 في 5 يديك 10. يبقى أنت معاك 10 خلايا بيضية أولية. من الهرمونات التي يزداد إفرازها وقت ظهور أعراض الملاريا. طيب يا دكتور، إيه هي أعراض الملاريا؟ 1 ارتفاع درجة الحرارة، 2 رعشة، 3 عرق غزير. واحد يا دكتور عمال بيعرق، مش دوت معناه إن هو بيفقد مية؟ مش دوت معناه إن نسبة المية بتقل وبالتالي نسبة ضغط الدم بتقل؟ يبقى هو يا دكتور محتاج يرفع ضغط الدم، محتاج يحافظ على المية اللي عنده، بالتالي محتاج هرمون الفازوبريسين أو ال ADH اللي هو الهرمون القابض للأوعية الدموية عشان يسحب المية من نفرونات الكلية وفي نفس الوقت يعمل انقباض في الأوعية الدموية فيرجع الضغط للوضع الطبيعي تاني. ليه يا دكتور؟ لأن دوت إنسان بيعرق كتير، إنسان بيطلع مية كتير. يبقى الإجابة الصح الفازوبريسين. إذا علمت أن العلاقة البيانية التي أمامك توضح تركيز الأجسام المضادة المتكونة كاستجابة مناعية للإصابة بنوعين من البكتيريا تم حقنهما بإحدى الفئران، فإن الحرف إكس يعبر عن. طيب يا دكتور، البكتيريا إيه ديت؟ في الأول كان معانا استجابة مناعية أولية، يعني خلايا بائية اتحولت لخلايا بائية بلازمية. بعد كده معانا استجابة مناعية ثانوية، يعني خلايا بائية ذاكرة اتحولت لخلايا أو انقسمت واديتك خلايا بائية بلازمية. طيب تعالى نبص مع بعض. الحرف إكس دوت يعني قبل الاستجابة المناعية الثانوية بالنسبة للبكتيريا ألف، وقبل الاستجابة المناعية الأولية بالنسبة للبكتيريا باء، ولكن في الأساس هو قبل الاستجابة المناعية الثانوية بالنسبة للبكتيريا ألف. 1 بدء استجابة المناعة الطبيعية لغزو البكتيريا ألف، ولا طبعا المناعة المكتسبة، لأن دوت أجسام مضادة، تركيز أجسام مضادة. طيب بدء استجابة أحد أنواع الخلايا البائية، دوت فعلا صح. الخلايا البائية الذاكرة تبدأ تتحول لخلايا بائية بلازمية. أو بدء انخفاض تركيز الأجسام المضادة للبكتيريا ألف، بالعكس عمال بيزيد. تنشيط الخلايا التائية المساعدة، دوت برضه غلط لأنه هو أصلا بيسبق تكوين الأجسام المضادة بمراحل. يبقى الإجابة الصح بدء استجابة أحد أنواع الخلايا البائية اللي هي بتفرز الأجسام المضادة فورا، لكن الخلايا التائية المساعدة الأول تنشط الخلايا البائية وبعد كده الخلايا البائية تبدأ تفرز الأجسام المضادة. السؤال اللي بعد كده: إذا احتوى كل كيس بمنتج إحدى الأزهار على 10 خلايا جرثومية أمية فإن عدد الأنوية الذكرية للحبوب اللقاح الناتجة من المنتج الواحد عند الإنبات يساوي نقط. طيب يا دكتور، احنا معانا 10 خلايا جرثومية أمية في كل كيس، كل خلية جرثومية أمية بتديك 4 حبوب لقاح. يبقى لو معايا 10 كل واحدة بتديك 4، لو معاك 10 تديك 40. دوت في الكيس الواحد كل كيس. يبقى معاك ال4 أكياس اضرب لي 4 في 40 هيطلع معاك 160. معانا 160 حبة لقاح، 160 حبة لقاح. طيب يا دكتور، كل حبة لقاح بتديك كام نواة ذكرية؟ كل حبة لقاح يا دكتور بتديني 2 أنواة ذكرية، بالتالي لو معايا 160 حبة لقاح هيديني 320 نواة ذكرية. اضرب مقص هيديك 120، 320 قصدي. يبقى الإجابة الصح اللي هو 320. كان معانا يا دكتور خلية أخدنا منها جين معين، وكان معانا هنا خلية بكتيرية برضو أخدنا منها البلازميد،
رحنا قصينا البلازميد فكيناه عن بعضه ورحنا ركبناه مع الجين دوت، يعني دخلنا الجين على البلازميد، بعد كده دخلنا الجين دوت اللي فيه الجين اللي احنا عاوزينه في الخلية البكتيرية تاني. بعد كده زرعنا الخلية البكتيرية عشان نكون بكتيريا كتيرة، وبالتالي نكون بلازميدات كتيرة ونكون جينات كتيرة من اللي احنا عاوزينه. بعد كده يا دكتور رحنا أخدنا البروتين اللي كون من المزرعة ديت وعبيناه في حقن أو سرنجات. طيب يا دكتور، هي ديت عملية إنتاج الأنسولين. عملية إنتاج الأنسولين. طيب تعالى نبص على الاختيارات. واحد، يحتوي تركيب سي على أكثر من محفز. التركيب سي دوت يا دكتور اللي هو البلازميد معادل الاتحاد، يعني معايا البلازميد ورحت دخلت عليه جين، يعني معايا يا دكتور جينات من البلازميد ومعانا جينات من مصدر خارجي. الجينات من البلازميد بتكون يا دكتور mRNA خاص بيها، بالتالي محتاجة محفز خاص بيها. والجينات اللي من مصدر خارجي بتكون mRNA برضو مختلف، بالتالي محتاجة محفز مختلف، لأن كل جين بيكون ليه المحفز الخاص بيه. بالتالي دوت غلط، بالتالي دوت صح. طيب هدف الخطوة ايه؟ إنتاج الأنسولين بعد إتمام الخطوة دي مباشرة. دوت غلط يا دكتور، مش بيكون مباشرة، لأن الخطوة دي مجرد لسه معايا جين واحد، فمحتاج أعمل مزرعة بكتيرية وأزود عدد البكتيريا، بالتالي أزود عدد الجينات وأزود الأنسولين اللي أقدر أحصل عليه. بالتالي دوت غلط، مش بيكون مباشرة، لازم الأول بزرعها. طيب التركيب بي فقد بعض النيوكليوتيدات وبعد معاملته بإنزيمات الكسر. التركيب بي دوت يا دكتور اللي هو البلازميد، كل اللي حصل ان احنا قصيناه بإنزيم الكسر، يعني كنا جبت حبل كده وقصيته، لكن ما فقدناش اي نيوكليوتيدات. امتى افقد نيوكليوتيدات يا دكتور؟ لو قصيته مرتين، يعني مرة هنا ومرة هنا، ففصلت قطعة، بالتالي فقدت نيوكليوتيدات. لكن هنا استخدمنا إنزيم الكسر مرة واحدة عشان بس نفك البلازميد ونقدر ندخل فيه الجين دوت، بالتالي لم يفقد أي نيوكليوتيدات. الجين A يتواجد في خلايا بيتا فقط بجسم الإنسان. دوت غلط يا دكتور، لأن الجين A دوت اللي هو بتاع هرمون الأنسولين، والأنسولين دوت موجود فيه خلايا بيتا في الإنسان وفي المواشي والخنازير، أقدر أحصل عليه من المواشي والخنازير برضو. يبقى الإجابة ده غلط، يبقى الإجابة الصح الوحيدة اللي معايا اللي هو رقم ألف.